اهلا، كيف حالكم؟ يا ربي تكونوا بخير في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون فيه هكذا ديكور خفيف للمطبخ للخريف والشتا. المهم غادي نبدل شي حاجات، ماشي شي حاجات اللي بزاف، ولكن المهم نتوما تشوفوا معايا في الفيديو. غادي يكونوا حاجات اخرين طبعا، فخليكم مع الفيديو. وقبل ما نبدا معاكم في الديكور ديال الكوزينه، غادي نوجد الفطور ديالي. انا يلاه فيقت باقا ما فطرت. غادي نصايب واحد الطوست، توست تشيز كيك، ولا المهم كاين اللي كيصايبوه بالطوست وكاين اللي كيصايبوه بالخبز ديال البريوش. انا حاليا ما عنديش البريوش، فغادي نصايب الطوست. من الاحسن انه يكون، انا في الغالب ما كنشريش هذا، ولكن انا شريته غير حيت باغا نصايب هذا الطوست. هذا الطوست اللي كيكون ماشي ديال القمح الكامل، هذا ديال القمح الابيض. غادي نبدا نوجدو معاكم. غادي نعدل غير جوج، واحده غادي نعدلها بالخوخ، هذا خوخ عندي قطعته. واحده غادي نعدلها بالفخومبواز، اولا ممكن تصايبوها بالتوت، ممكن تصايبوها باش ما بغيتو. نحاول نعمل واحد شويه ديال هكذا بحال الفراغ في الوسط، باش غادي نحطو فيه داك الخليط اللي غادي نوجدو معاكم دابا. ممكن شوفوا، ممكن تستخدموا بيرلي، ممكن انكم تستخدموا هذاك الفخوماج اللي كيكون ديك الفخوماج الكبير ديال تشيز كيك. ممكن انكم تستخدموا معلقه ديال اليوغورت ومعلقه ديال اي نوع ديال الفخوماج اللي بغيتو. انا باش ما كنستخدمش الفخوماج ونستخدم اليوغورت، كنعمل هذا. تقريبا 2 معالق كبارين ديال اليوغورت كاين هنا، وغادي نزيد بيضه، وغادي نزيد العسل. كنستنى المرتب باش نعطي اتاي، وكنستنى الفران، كنستنى الطوست ديالي يطيب. عرفتوا، انا انسانه كتقدس شي حاجه سميتها اوقات الخاصه، وكتقدس شي حاجه سميتها العنايه بالذات والعنايه بالنفس. كنآمن ان هاد العنايه بالنفس عندها بزاف ديال الاوجه، سواء تهتم براسك، تهتم بصحتك، تهتم بمزاجك، تهتم بالصحة ديالك سواء الجسدية ولا النفسية، تهتم بالاشياء اللي كيعجبوك وتحط راسك كأولوية عادك اي حاجة اخرى. علاش؟ حيت فاش في الحياة عموما، في المشاغل ديال الحياة، شي مرات كنساو راسنا، كنهملو راسنا، كنحطو شي اشخاص قبل منا، وهذا خطأ. انا ماشي كنقول ان الانسان يكون اناني وانه ما يهتمش بالاخرين، لا، غير ولو بالاشياء البسيطه الانسان يهتم براسو. انا فاش كنفيق وكنوجد الفطور راسي وكنحطو في احسن طريقه، وكنوجد احسن حاجه لراسي، هذه الطريقه ديالي انا بالتعبير ديال الحب ديالي لراسي. كل واحد وكيفاش كيعبر على الحب ديالو لنفسه. شي مرات كنساو ان حنا نبغيو راسنا. علاش كنهضر معاكم فهادشي؟ باش كنفكر ماشي عامله فيها واعره زعما، لا
كنفكر حتى راسي شي مرات كنساو ان حنا نطبطبوا على راسنا، نبغيو راسنا، نهتموا براسنا، ونكونوا لطيفين مع راسنا مع نفسنا، ما نقصاوش بزاف، ما نكونوش حنا والناس والوقت وكل شيء على قاصحين على راسنا، لان الحياه صعبه ماشي سهله نهائيا. والانسان كيمر شي مرات شي اوقات كيكونوا صعبين عليه نفسيا وجسديا وروحيا وكل شيء، فكيحتاج طبطبه، وكيبقى يقلب عليها عند الناس اخرين، وكينسى بان هذيك الطبطبه ممكن انه يقدمها لراسو. امور اللي هي بسيطه، ممكن غير كل نهار يفكر راسو انه مهم، وبانه سواء كان محبوب مع الناس اخرين ولا ماشي محبوب، فهو غادي يقدم الحب والدعم لراسو. والله ما عرفتش، حسيت باني باغا نهضر معكم شويه وصافي. انا ما يوجد الفطور، هادشي اللي كاين. بغيو راسكم، اهتموا براسكم، عطوا قيمه لراسكم. كنبغيكم كملوا الفطور. اوكي المطاب نعدل الاتاي على ما نخرج داكشي من الفران. الغطا ديال البريق ما عرفتش فين مشى، واليد ديال البريق سخون، والربو ديال الماء كيطلع لي يدي. اوكي بركه. عارفه البريق كبير بزاف عليا انا، ولكن ما عملتش بزاف ديال الماء، حيت صغير بوحدي صافي. حطيت هنا العنب والفرomboise، وتقريبا غادي يكون كياخذوا تقريبا 11 دقائق الا كان الفران سخون. تقريبا غادي يكونوا علين يوجدوا دابا. عرفتو فرحانه براسي حتى وليت كنتفكر الماء وكنشرب قبل الفطور. انا من ديما كنت كنشرب قبل الفطور، ولكن مؤخرا كنت بحال ما بقاتش عاده عندي. ولكن شوف عمرتها قبل الفطور، دابا هادشي كامل شربتو اصلا قبل الفطور. دابا ما فطر ما غاديش نشرب حتى واحد شويه، كيعجبنيش نشرب الماكله مباشره وصافي. باقي الصباح وانا علي نساليها. ندوز دابا نوريكم شنو هما الحاجات اللي غادي نرتب بهم الكوزينه، ولا اللي غادي ننظم بهم شويه الكوزينه، التغييرات اللي غادي نعمل حاليا. المهم بلاتي نصور لكم. المهم كاين هنا شي حاجات اللي كنت شريتهم مده طويله، وكاين شي حاجات اللي عاد شريتهم مؤخرا، ماشي مؤخرا زعما من شحال وانا كنجبرهم. مثلا هادو الا عاقلين واحد الفيديو شحال هادي كنت جبرتهم في إلسي، والكيكي، وهما ديال الخريف. شريتهم غادي نعلقهم غالبا هنا. كتجي هذيك وهذه كنت شريتهم مع بعضياتهم. حتى هذا الكاس حتى هو كنت شريته من إلسي وكيكي، وتا هو ديال الخريف كنت جبرتهم، وكنت متاكده ان ملي غادي يجي الخريف ما نجبرهمش. هادشي وداكشي اللي كان. مؤخرا مشيت لإلسي ما جبرت حتى شي حاجه عندها علاقه لا بالخريف ولا بالشتا. المهم وقلت الحمد لله اللي كنت شريتهم فاش جبرتهم. المهم هادو حتى هما كنت صورتهم معاكم، حتى هما كنت شريتهم شحالو. هاد الشمعه يلاه شريتها مؤخرا من لاكاسا، حتى هي جاني الستيل ديالها مناسب للخريف. وشريت هاد جوج قريعات هادو بحال وشريت هادي صراحه. حتى شريت هادو عاد جبرت هادي وعجبتني، وقلت كو غير شريت القياسات بثلاثه بنفس الشكل، ولكن معليش ماشي مشكل. من بعد مثلا هادو نخليهم للغونجمون ديال داكشي ديال لي بات وداكشي ديال الطحين وهاديك الشيء كامل. وشريت هذه ديال القهوه، حيت
لي كابسول ديال القهوه اولا ماشي كابسول، هما فلتر ديال القهوه اللي كنشري انا، كاينه غير في كارفور. وانا حاليا ماشي حاليا، ان شاء الله الى الابد منقطع الكارفور ان شاء الله يا ربي. المهم حتى هذا كنت شريته حتى هو مناسب الخريف والشتاء. المهم عجبتني الريحه، عرفت واحد الريحه فيها فحال ديال البنانا بريد ولا ديال السينامون. المهم داك الريحات اللي غير كتشمهم كتعرفوا الخريف الشتاء. حتى هو من كارفور. المهم تمشيو تشريوهم من كارفور. انا شريته شحال هادي، وهذه كانت عندي هي اللي غادي نحط فوق من. المهم نتوما تشوفوا معايا شنو غادي نعمل. وشريت حتى هادو هما اللي غادي نعلق بهم هذوك السريبتات غادي نعملوا منها ونعلقهم. شريت هذه كتعمل فوس منا، بسم الله، كتعمل فوس منا اي نوع ديال الاعشاب وتحطها هكذا في الكاس. المهم عجبني الشكل ديالها. وهذه المهم هذا الخيط ديال الطياب كيتحتاج في بزاف ديال الحاجات. حقنا شريتو على واحد الحاجه حتى يمكن الفلوق اللي مور هذا ان شاء الله غنوجد معكم شي حاجه تزويني ان شاء الله. تابعوا القناه وفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلوكم كل الفيديوهات اللي كنحط. غادي يكونوا فيديوهات مزيانين بزاف في الايامات اللي ماجيين ان شاء الله. وهادو هما المشتريات، ماشي شي حاجات اللي بزاف. غادي نحاول دابا نبدا. اول حاجه خصني نغسل هادو، نقشوا عليه وسخت في الفطور، ونمسح هنا المهم وتنكمل ونرجع نبدا نرتب معكم ديك الحاجات اللي غادي نرتب دابا. جاو كيوت هكذا، عجبوني. غسلتهم كاملين ودابا حطيتهم يقطروا، وغادي نخليهم تنشفوا مزيان حيت هذيك بغيت نحط فيها الطحين وهذه غادي نحط فيها قهوه، هذه غادي يكون فيها الكوكيز، فبغيتهم ينشفوا مزيان. غندوز نوجد الغدا على ما ينشفوا ان شاء الله. حتى الكوكيز غادي نعدلو معكم، غنصور معكم واحد الوصفه ديال الكوكيز. دابا نوجدوا الغدا ان شاء الله. الغدا غادي نعمل كيش في الفران. عندي هنا لاباط بريزي هي اللي غادي نخدم، وعندي هنا كميه كبيره غادي نقسمها نخدم مع واحد شويش منها. وغادي نعمل لي زيبينار والشامبينيون والكروفيت والبصله. غادي نقليهم في الزبده مع شويه ديال الملح والابزار. غادي نزيد لهم الكريمه وغادي نزيد لهم واحد البيضه، وغادي نعملهم من فوق من لاباط اللي غادي نطلقها هنا في المول. المهم غادي تشوفوا معايا الطريقه دابا نوجد معكم. نسيت الكريمه ديال الطرش وصافي، غادي نخليها واحد شويه وغادي نطفي عليها. غادي نزيد واحد البيضه مع الخليط هذا من بعد ما برد.
اهلا، صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا صبحتوا بخير. المهم البارح ما كملتش التصوير ديال الفيديو حيت كان عندي شحال من حاجه خصني نساليها، زائد كان عندي خصني نكمل المونتاج ديال الفيديو اللي نزل قبل من هذا. المهم الا باقي ما شفتوش فاش تساليو هذا الفيديو سيروا شوفوه ان شاء الله غادي يعجبكم. ودابا غادي نكمل الترتيب ديال الحاجات اللي بديتو من البارح، فخليكم معايا. اول حاجه غادي نعمر هاد القرعه هذه بالطحين. كنشري انا الطحين هكذا كميه كبيره، ولكن بغيت شي حاجه اللي نخلي فيها الطحين حدايا هنا فيما احتاج نجبرو قريب. دابا نعمرها. بسم الله. باش نحافظوا على الدقيق لاطول فتره ممكنه نحطوا دائما معاه واحد الورقات ديال سيدنا موسى اولا ورق الغار ولا حنا كيف كنسميوه حنا الرند، نحطوهم معاه هكذا ما كيجيوهاش الحشرات وكيبقى صالح لاطول مده ممكنه. هاي لقيتوني غادي نوجد الكوكيز. المهم انا البارح وانا مشاهيه وما يمكنش نعدلو شي، ضروري غادي نعدلو دابا معكم. نزلت كلشي اللي غادي نحتاجو وانا دابا غادي نصور معكم. الوصفه سهله، هو المكونات شويه، المهم فيها شويه ديال المكونات ولكن من جهه سهله جدا. خليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير ديال الكوكيز غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، بيضه كامله، وغادي نحتاجو غير الصفار ديال البيضه وحده غادي نديو منها غير الصفار. غادي نحتاجو عندي معلقه ديال المايزينا، معلقه ديال البيكربونات ديال الصودا، 100 غرام ديال الزبده غادي ندوب. انا نوريكم كيفاش غادي ندوبها معاكم دابا. بالنسبه للشوكولا انا عندي اقبال 55%. كل ما كانت النسبه ديال الكاكاو طالعه في الشوكولا اللي غادي تستخدموها كل ما كيجي المذاق ديال الكوكيز لذيذ اكثر. المهم هذا يقبل 55%، ممكن تستخدموا النوع اللي بغيتو نتوما. بالنسبه للدقيق عندي هنا جوج ديال الاكواب ديال الدقيق، طبعا بالاكواب المعياريه، ولكن ممكن نحتاج قل، ممكن واحد كاس ونص تقريبا على حسب ما انا نشوف، على حسب الحجم ديال البيض وشحال غادي نحتاج في الخليط. نص كوب ديال السكر الابيض ونص كوب ديال السكر الاسمر. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في الوصفه. دابا غادي نبدا نوجدها معكم. حطيت الزبده تذوب وغادي نخليها حتى تولي لي البور دو نوازيت اولا الزبده فاش كتولي اللون ديالها، فاش كيولي فيها واحد الرغوه من الفوق وكيولي اللون ديالها بني، ما كتبقاش الزبده هكذا اللون ديالها صفر. فهكذا كيكون تبخر هذاك الماء اللي كيكون فيها كامل، وحتى المذاق ديالها في الكوكيز كيولي مذاق زوين كتر. صافي كيولي لنا اللون ديالها شويه غامق كتكون لنا هاد الرغوه من الفوق كتكون واجده. صافي بركه، غادي نطفي عليها ودابا غادي ندوز باش نوجد الحاجات اخرين. ضفت بيضه كامله، البيضه غادي نضيف منها غير الصفر.
سوري بدلت الزاويه ديال التصوير وبدلت حتى الاضاءه، عاد تودوا الباب الاضاءه مبدله، ولكن حسيت بلي هنا احسن لا في التصوير ولا في الاضاءه ولا كلشي. وحتى انا غادي نخدم هنا مرتاحه. دابا غادي نبدا نشكل الكوكيزات. دابا غادي ندخل الكوكيزات للثلاجه، غادي نخليهم لمده ديال نص ساعه تقريبا، عاد غادي نطيبهم. كل ما تبردوا كل ما كيجيو احسن صراحه. ممكن انكم تعملوهم وتخليوهم هكذا وتحطوهم في الثلاجه، امتى ما بغيتو كتجبدوهم وكطيبوهم. ممكن تخليهم في الكونجيلاتور، ممكن يبقاو مده طويله في الكونجيلاتور. غادي تعملوهم بهذا الشكل وتحطوهم يعني تعملوا بيناتهم مثلا فواصل هكذا، تحطوهم في تابروير وتحطوهم في الفريزر. كيبقاو فوقاش ما شيتو كوكيز جبتو طيبوا. صراحه انا تا شكلتهم هكذا ودابا كنفكر اني ما نطيبش كلشي، نطيب غير واحد الكميه ونخلي البقيه. وباقي واحد القياس ديال 3 ما قدونيش هنا، غادي نعملوه في واحده اخرى، في صينيه واحده اخرى، وحتى هما غادي نبردهم عاد نطيبهم ان شاء الله. او ممكن هذوك نخليهم طيبهم حتى نشها كوكيز. هادو هما الكوكيزات ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران. المهم خداو لي تقريبا واحد 15 دقيقه حتى انا عملتهم كبارين حتى كيولي اللون ديالهم هكذا محمر من التحت. هما فاش كتكون يلا خرجتهم من الفران كيكونوا باقيين ماشي متماسكين، يعني الا جيتو تهزوها غادي تفرتت لكم في يدكم، ولكن ها كيبقى واحد شويه كيوليو قاصحي من برا، يعني كرانشي من برا، ولكن كيبقاو من الداخل. الا فتحتوهم من الداخل ديك الساعه نفتح معكم وحده غادي تشوفوهم كيفاش عاملين من الداخل، كيبقاو من الداخل هشاشي. المهم انا قلت لكم خداو لي وقت طويل شويه في الفران حيتاش انا عملتهم كبارين. الا كانوا صغارين غير من بين 8 و 9 دقائق حتى 10 دقائق كافيه، ولكن انا عملتهم شويه كبارين داو لي شويه ديال الوقت في الطياب. وصلتوا لهنا بغيت نقول لكم شكرا حيت كتكملوا الفيديوهات حتى للنهايه، وشكرا على متابعتكم ولا دعمكم ولا حبكم. تهلاو فراسكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو المجي ان شاء الله. بسلامه.